خويا المقاول، اختي المقاوله، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامجكم يا فتاح يا رزاق، البرنامج اللي كتهدي لكم مؤسسه توفيق وسيراتي. اليوم غادي نكملوا الشروحات ديالنا على التعاونيه حسب القانون الجديد 12112، وغادي نتكلموا على مرحله التاسيس. كيقوموا الاعضاء المؤسسين بتوجيه دعوه للحضور للجمعيه العامه التاسيسيه للسلطات المعنيه قبل من تاريخ الجمع ب 15 يوم، وخاص يكون الاشعار في تاريخ الجمع والمكان والساعه. قبل ما كيبدا الجمع كتكون ورقه الحضور تعمرت من طرف الحاضرين وحتى ممثلي السلطات والادارات المعنيه. عاد تيبدا الجمع كيتم تعيين رئيس الجمع واختيار فارزين ومقرر، وكتبدا مناقشات نقاط جدول الاعمال. دابا غادي ندوزو لاجراء الترخيص. خلال 30 يوم اللي من بعد الجمعيه العامه التاسيسيه كيقوم اعضاء مجلس الاداره ايداع طلب الترخيص مشفوع بالوثائق اللي كتكون ملف السلطات المعنيه مقابل وصل الايداع. هذا الملف كيتكون من ورقه الحضور في الجمع العام التاسيسي، محضر مدونات الجمعيه العامه، شهاده ايداع راس المال، لائحه المكتسبين، النظام الاساسي والنظام الداخلي ديال التعاونيه، ومن بعد كيسجلوا التعاونيه ديالهم في سجل التعاونيات بكتابه الضبط بالمحكمه الابتدائيه ديالهم، وكيولي عندهم الحق في الدخول للمنافسه ديال الصفقات العموميه اللي كيطابق دفتر التحملات ديالها نوعيه النشاط ديال التعاونيه. وباش تفهموا اكثر كليكيو على هذا اللين او زورونا في موقعنا www.bodor.ma. خويا المقاول، اختي المقاوله، نتمنى نكونوا فدناكم في هذه الحلقه، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غنتكلموا فيها على التجاره الالكترونيه. وما تنساوش اي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. في امان الله.